تعالى اقول لك في دقيقه شغل اتعمل في 8 ساعات. لازم نغسل الاول مظبوط، نشيل اي تلوث على العربيه يقدر يطلع بالغسيل. نبتدي بقى مرحله الكومباوند لو تعبان او اي كلام مش هيعالج، هيداري، هيبقى عامل زي ميك اب كده على العربيه. الكومباوند المظبوط والمحترم صح يبقى بيبرق زي ما انت شايف كده. الشغل البلدي بيتعمل عشان يداري العيوب، لكن الشغل البروفيشنال زي ده البولش لما بيتعمل بيشيل الكومباوند، لان الكومباوند بيبقى تقيل وعامل كثافه على السطح ما بيطلعش بسهوله، فلازم يتاخد بولش. طب خلصنا البولش نحط الجرافين على طول؟ غلط طبعا، احنا لازم نغسل تاني. الغسيل هيشيل بواقي البولش وبواقي الكومباوند، فيبان قدام عينينا العيوب اللي باقيه في العربيه ايه. دي لمعه العربيه الحقيقيه وده سطحها المظبوط. غسلنا العربيه شفناها الحمد لله كله مظبوط، نبتدي بقى تطبيق الجرافين. هنطبق الجرافين على كل حته في العربيه، صاج، ازاز، فوانيس، زنوق كده تمام. لا هنمسح لسه، بس المسح ليه قواعد. لازم تشوف الوان الطيف. خلصنا؟ لا لسه ما خلصناش. العربيه كده خلصت، حضرتك هتقعد اسبوع وتجيلي بقى اوريك العربيه هتتغسل بعد كده ازاي، وتاخد الشامبو مننا هديه علشان تحافظ بيه بقى على الجرافين. العربيه تفضل مظبوطه معاك على طول.